الحمد لله. دكتور انبسط من البحث بتاعي، لكن لما عرف اني ما اشتريتش المذكرات الاخيره بتاعته اداني درس عن واجبات الطالب الجامعي. الله، انتي بتبصي لي كده ليه يا سهير؟ اصلي بستغرب انت ليه ما اشتريتش المذكرات الجديده؟ عشان الفلوس اللي كانت معايا سهرت بيها في شيراتون. بقى كده؟ انت عارفه كويس ان انا ما معيش فلوس عشان اشتريها. انت متاكد ان ما معكش فلوس؟ ما معيش غير دول. سهير لو سمحتي ما تبقيش تحطي لي فلوس في الكشكول، الطريقه دي ما بتعجبنيش. انا مش واحده في شقه مفروشه قبل ما تنزل يحط لها فلوس في شنطتها. انا اسفه، ما كانش قصدي. كان ممكن تعتبرهم سلفة. وردهم ازاي وامتى؟ مش مهم، احنا مش بنحب بعض. انت عارفه اني رافض الموضوع ده من اساسه. عشان انا سهير بنت عطيه بيه، وانت فتحي ابن اللص حسن اللي بيشتغل عنده. عشان الفساتين والعربيه والفيلا كلها مظاهر. سهير هي سهير. انا عارفه انك بتحبني، وانت كمان عارف كده كويس، لكن الحاجات الصغيره اللي بتبص لها دي هي اللي منعاك، مش كده؟ دي مش حاجات صغيره. ما بتشوفهمش بيبصوا لنا ازاي واحنا قاعدين مع بعض في الكافيتيريا؟ ما بتسمعيش ايه اللي بيتقال علينا؟ ما يهمنيش، لكن يهمني انا. يلا نروح. هستنى واحد صاحبي معاه مرجع مهم. استناك النهارده تذاكر لي؟ مش عارف، هشوفك بكره. هحاول. خلي عنه يا أستاذ حسن. عيب يا رجب، المكنه تزعل. تعيش. الله، هي زرجين التاني شويه صداع وهيروحوا. اذا كان الحديد تعب يبقى هنعمل ايه احنا يا بني ادمين؟ احنا ورانا ايه غير الشغل؟ يا ريت عاجب يا أستاذ حسن، واخر الزمن نترمي في الشارع. قال ايه؟ المكن الجديد مش عايز حد يشتغل عليه، اوتوماتيكي. ده اللي ملوش قديم ملوش جديد. ما تخافش، طول ما حسن موجود ربنا مش هيديمك. ربنا يديم المعروف يا ابو علي. مش تفتح يا اعمى. لا مؤاخذة يا سعادة البيه، أصل عم حسن المكنة عورته وراح أطلب له الإسعاف. والنبي ما حدش يجيب سيره لاولادي. قوم يا اخويا انت وهو، كل واحد يروح يشوف شغله. يلا. في ايه يا حسن؟ مفيش حاجه يا عطيه، بسيطه الحمد لله. كان المفروض انك تاخد بالك يا حسن. تعال لي المكتب. المكنه قدمت يا حسن وما عادتش نافعه. ابدا، دي عاوزه شويه حنيه ترجع تشتغل تاني. دي كلفتني يا راجل اكتر من ثمنها. ما هي بقى لها 20 سنه بتشتغل يا عطيه بيه. ما هو عشان كده لازم تتغير. لا، ممكن تشتغل 20 سنه كمان. المكن كله اذن ومش بلاحق على الطلبات اللي بتجيلي. المكن الجديد هيريحنا وهيوفر وقت وفلوس يا حسن، ويوفر عمال. دي مسألة نبقى نشوفها بعدين يا حسن. المكن الجديد هيريحك، وخصوصا انك كبرت. ما احنا في سن بعض يا عطيه بيه. تمام، بس انت السن باين عليك اكتر يا حسن. صحيح، فرق كبير، زي الفرق بين المكن القديم والمكن الجديد. حسن، ممكن تروح تستريح النهارده. شكرا.
سي فتحي. ازيك يا راجل؟ عشت يا سي فتحي. مش واجب برضه يا سي فتحي تطمن على اخوك محمود؟ ما تخافيش يا ستي، هو دايما متعود يغطس ويب كده. ايوه يا سي فتحي، بس غطسته طولت قوي المره دي. قلت لك ما تخافيش يا راجل، عمر الشقي باقي. اهلا فتحي. اهلا بابا. الله، ايه اللي عورك كده؟ لا دي حاجه بسيطه. عشان كده جيت بدري؟ لا ابدا، خدت اجازه نص يوم. عامل انت ايه في الكليه؟ الحمد لله. ربنا نجحك يا ابني ويحبب فيك خلقه. وازاي يا عم عطيه؟ عم عطيه كان زمان، دلوقتي بقى عطيه بيه صاحب المطبعه اللي ابوك بيشتغل فيها. كل همه نفسه بس. ايه هو حصل حاجه بينكم؟ لا ابدا. امال ليه بتقول الكلام ده بابا؟ ما تشغلش بالك انت بالحاجات الصغيره دي. اعمل لك كوبايه شاي على بال الاكل ما يستوي. لا انا هخش انام عشان اقدر اسهر اذاكر. الأسطى حسن موجود؟ ايوه يا شويش. أنت مطلوب في الاسم. ليه؟ ابنك محمود موجود في الاسم وعايزينك تضمنه. صغيره بالعيد. سيبك ايه التخير؟ بس يا طوارئ بس. اقعد. حسن. نعم. عبد الصامت عايزك. اتفضل يا مدير. ارجو الحكايه دي ما تتكررش تاني يا استاذ حسن. وده ابنك برضه، وتقدر تمنعه ان ما يروحش للكبريات هناك ويتخانق عشان خاطر واحده رقاصه. شكر. العفو، مع السلامه. ساعة البيل الإجراءات دي برضو كان ممكن تكمل معايا، أنا مش قاصر يعني. روح معاه سلمه حد. حاضر يا فندم. في إيدك. ايه ده يا حسن؟ الدنيا بتلطش معاك كده ليه؟ يا رب انا كنت عملت ايه علشان اشوف كل ده؟ ده انا مضحي بكل حاجه، بعمري وصحتي وحياتي، علشان ما تشوفوش العذاب اللي انا شفته. ده انا مطاطي راسي في الارض علشان ترفعوا راسكم. اقول ايه للناس لما يسالوني ابنك كان مقبوض عليه ليه؟ مش كفايه انه ما نفعش في المدارس وعايز صايع، كمان جاي ده عار وتدخلني الاقسام وتعمل لي فضيحه في الحاره بجلاجل. معلش يا بابا، خش استريح انت جوه. استريح ازاي؟ استريح ازاي وانا شايف تعب السنين كلها بيروح قدام عيني؟ اخصى عليك يا محمود، كان منى عيني افخر بيك زي اخوك، لكن عليه العوض، عليه العوض يا رب، عليه العوض، عليه العوض، عليه العوض يا رب، عليه العوض. حرام اللي بتعمله فينا ده. ابوك يا اخي ذنبه ايه يتمرمط ويتعب ويشقى في الاخر نتفضح في الحته؟ يا اخي حس على دمك بقى، فوق. انتوا اللي لازم تفوقوا وتشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. ابوك بيشتغل 12 ساعه في اليوم علشان شويه ملاليم، وانت 20 سنه بتذاكر عشان ايه؟ عشان 25 ملطوش مش هيكفوك حتى مواصلات. ابوك عمل كل اللي يقدر عليه عشان يشوفنا احسن من كل الناس، لكن ايه؟ لكن ايه؟ الاسمه؟ النصيب؟ كله كلام فارغ. في ناس ما كانش معاها القرش عرفت ازاي تجيبه وتخليه جنيه وألف ومليون. الدنيا دي يا صاحبي عايزه اللي ياخد منها ما يديهاش، عايزه اللي يضحك عليها مش هي اللي تضحك عليها.
فين؟ مسافر دلوقتي على اسكندريه. بالليل؟ ايوه، عشان لازم بكره الصبح ابقى في المينا لان المكن الجديد وصل. طب ما تبعت اي حد. يا بنتي، ما يخاف على المال الا اصحابه. انت اللي غاوي تتعب نفسك. شوف يا بنتي، انت عارفاني وعارفه طبعي. لما احب اوصل لحاجه لازم اوصل لها، وعلشان اوصل لها لازم اتعب. طب خدني معاك اسكندريه. لا، خليكي انت هنا في مذاكرتك، انا مش هتاخر. اشم شويه هوا. انا هجيب لك معايا شويه هواء تبقي تشميهم هنا على راحتك. عايزه حاجه؟ بابا. عايزه حاجه تانية من اسكندريه؟ شويه ميه من البحر. صدقيني يا راوية انا منفعكيش. انا حياتي كلها قلق ومشاكل. انا تعبان. لو اتجوزتك هتعبك معايا. طب ليه ما تشوفلكش شغلانه وتشوف لك حته شقه صغيره نتلم فيها، يمكن ترتاح وتريحني معاك. شغلانه؟ قصدك اشتغل عند حد؟ ابقى طور في ساقية غيري، الف فيها طول النهار والف واحد يتحكم فيا، واخر النهار اطلع بنص جنيه اشتري بيه بطيخه وارجع لك البيت وانا مهدود الحيل ومكسور النفس. طب بلاش تشتغل عند حد. انت مش كان نفسك من زمان في ورشه؟ منين؟ ده حتى الحلم ده انا خلاص نسيته. صدقيني يا راوية، انا ما ينفعش اكون الزوج اللي انت بتحلمي بيه. اخرج من البيت الصبح وارجع بعد الظهر وافضل معاكي لغايه تاني يوم الصبح، نخلف 100 عيل ونرميهم للدنيا تربيهم، ناكلهم فقر ونسقيهم ذل. لا، انا بحبك يا محمود، بحبك ونفسي اساعدك. انا كمان بحبك، بس ما اقدرش اتجوزك. ليه يا محمود؟ هشحططك معايا. انا مش عارف انا رايح فين ولا ليه. كل اللي اعرفه ان انا نفسي ابقى حوت علشان السمك ما ياكلنيش. علشان السمك ما ياكلنيش لازم ما يكونش فيه في رقبتي مسؤوليه، عشان ما يجيش اليوم اللي نخ فيه. صدقيني يا راوية، انا ما انفعكيش. بكر الجديد وصل، يقولوا ده اجدد مكن ومفيش بعد كده. بكر الجديد وصل، طلع 4 الوان بواحده. 4 تلوان. وطلع لي 26,000 نسخه باليوم. معقول الكلام ده؟ ليه؟ ليه؟ اشتغل يا عزيزي. وقفت ليه؟ وقفت ليه؟ وانتي لو اتكهنتي انا هتكهن انا كمان. بلاش تحرمي دلوقتي، انا لسه فيه مسؤوليه على كتافي كتير قوي. الواد لسه في الجامعه ما خلصش، والواد التاني قاعد في البيت. الحمل على كتافي كتير قوي. اشتغل يا عزيزي، اشتغلي. ما هو انت لو داسوكي بالرجلين هيدسوني انا كمان، هيدسوني انا كمان. ده انت ياما طبعت الكتب، قريتها ناس كتير واتعلمت واتخرجت وبقوا قضاة ومحامين ومهندسين. اشتغل يا عزيزة، اشتغلي اشتغلي يا عزيزة، اشتغلي. وبعدين معاك يا سمير، وانا لازم اعرف احنا رايحين فين. بعدين تعرف. اختطاف يعني؟ سميه زي ما انت عايز. هنزل. مش هتقدر. ليه بقى؟ عشان بتحبني.
يا ترى هتبقى تنجحني لو تعينت معيد في الكلية؟ ما بتردش ليه؟ مالك؟ لا ابدا مفيش. عارف انا لو تعينت معيدة وكنت طالب عندي كنت هنجحك بامتياز ومع مرتبة الشرف كمان. اما عطيه كان زمان، دلوقتي بقى عطيه بيه صاحب المطبعه اللي ابوك بيشتغل فيها. انتوا اللي لازم تفوقوا وتشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. ابوك بيشتغل 12 ساعه في اليوم علشان شويه ملاليم، وانت بتاع 20 سنه بتذاكر عشان ايه؟ عشان 25 مطوش. اتفضل يا فندم، وصلنا بسرعة مش كده؟ هاي اللي واخد عقلك، احنا ايه اللي جابنا هنا؟ عازماك على الغدا، عندك مانع؟ لو كنت عارف انك هتجيبيني هنا ما كنتش ركبت معاكي. خلاص يا سيدي، اعتبرني اني خطفتك زي ما قلت. اتفضل. بابا هنا ينزلك فوق استهاني. ادخل يا فتحي. يلا. ازيك يا زينب؟ بخير الحمد لله. ازيك انت يا فتحي بيه؟ اهلا، ازيك يا فتحي؟ اهلا عطيه بيه. امال فين عمي يا ولد؟ اهلا يا عم. اهلا بيك يا حبيبي، اتفضل. ها سهير عامله معاك ايه في المذاكره؟ انا معتمد عليك يا بطل. تعرف يا بابا ها فتحي السنة الجاية هيبقى معيد في الكلية، يعني هيدرس لي. ما شاء الله ما شاء الله، شاطر يا فتحي. انا دايما بقول ان ليك مستقبل كبير. انا بحاول يا عمي وربنا يسهل. انا بقول ان حسن عرف يخلف، بس خساره الواد اخوه ده. انا مش عارف الواد ده طالع لمين. تعرف يا فتحي ان بابا معجب بيه جدا؟ طبعا، لان فتحي عايز يبقى كويس. شوف يا فتحي يا ابني، العلم طريق كل شيء، طريق للثروه، للسلطه، للسعاده. العلم سلاح لازم تعمل له مليون حساب. غريبة ان ده يكون رأي حضرتك. انا صحيح مش متعلم، لكن بعرف استفيد من المتعلمين. اسأل، اخد خبرتهم. طب يلا بقى، ممكن اخدكم على الغدا؟ لازم الواحد يعرف ايه الجديد ويستفيد منه، وبالشكل ده مطبعتي هتبقى الاولى. بابا لا. السوق يا فتحي يا ابني ما بيرحمش. لو الواحد اتأخر بيضيع. لازم الواحد يشتري احدث المكانات ويشتري لها العقول اللي تفكر لها، وبالشكل ده ومهما خدت بتدي، وابقى انا دايما فوق. ما تجيب يا بنتي شويه رز. اخيرا ابو حنفي جميلنا. اهو كده الشغل ولا بلاش؟ عربيه تخش المخزن وتتفك، مش عاوز يطلع عليها الصبح. برافو، 60,000 برافو، صيغه تمام. الفلوس جاهزه تحت امرك يا ابو حنفي. ودلوقتي بقى لازم نحتفل بالصيغه التمام دي ونحللك بقك، مش كده ولا ايه؟ يلا.
مساء الخير يا فتحي. اهلا. ايه انت لسه زعلان مني؟ الله. طب خد ايه دول؟ فلوس، يمكن تحتاج تشتري كتب، هدوم، اي حاجه. متشكر. ما تخافش، دي فلوس حلال. انت تعرف الحلال. الله 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 الله، ده انت لسه زعلان مني. طب يا سيدي راسك انا. وابوك مش واجب برضه تصالحه وتعتذر له؟ انت ليه بتعامل ابوك كده يا محمود؟ عشان هو السبب في اللي احنا فيه. عيشنا في فقر وذل ومرار. كان ممكن يبقى صاحب مطبعه زي عطيه بيه. تعرف عطيه دوت من 20 سنه ما كانش حيلته غير جلابيه واحده. النهارده 100 بدله و3 عربيات وفيلا. وابوك عمل ايه؟ ولا حاجه، زي ما هو. كل فلوسه صرفها علينا. فلوس؟ انت بتسمي دي فلوس؟ تحب تشوف الفلوس؟ مش عايز اشوف حاجه، كفايه كفايه. يا ابني ابوك ده طول عمره ابوك طول عمره ايه؟ كمل، قول كل اللي في نفسك. طول عمره ايه يا محمود؟ بابا ايه اللي صحاك يا بابا؟ طول عمره خايب ضعيف. بكره تتجوزوا وتفتحوا بيوت وتعرفوا يعني ايه المسؤوليه. ساعتها هتقولوا ابونا كان عنده حق. صحيح عشتم في فقر، لكن على قد ما قدرت. انا كنت بقطع من لحم واديلكم، كنت بشيل اللقمه من بقي واكلها لكم. كتر خيرك يا بابا. انا حاولت معاك كتير لكن ما سمعتش كلامي. كان نفسي اشوفها في الجامعه زي اخوك، لكن معلش. تصبحوا على خير. انا خلاص ما فاضلش من عمري قد اللي راح. نفسي اشوفكم كويسين وقلبكم على قلب بعض. تصبحوا على خير يا ولاد. هتنام من غير عشاء؟ خد كلك لقمه قبل ما تنام. كل. تصبحوا على خير. انت من اهل بابا. في ايه يا رجب؟ العمال جوه عاملين هيصه مش راضيين يشتغلوا. الاسطى حسن هو اللي بيحرضهم. يا جماعه اهدوا بالله، كل واحد فيكم هياخد حقه. هياخدوا ازاي يا عم حسن؟ انت عارف البير وغطاه. يا سيدي بس المكن الجديد ملا السوق، يعني مش هنلاقي حتى نشتغل فيها. يا سيدي الارزاق بيد الله. ما قلناش حاجه يا اسطى حازم، بس بيوتنا هتتقفل وولادنا هتجوع وهتتشرب. ما تخافوش، مفيش حاجه من دي هتحصل ابدا. لما يجي عطيه انا هكلمه ومش هسيبه الا كل واحد فيكم لازم يرجع شغله. حسن انا عايزك شويه. تعال. ايه اللي بيحصل يا حسن؟ العمال زعلانين. وايه اللي زعلني؟ عشان عاوز تطردهم. انا ما قلتش كده. انا قلت هبيع المكن القديم واللي عايز يستنى يتعلم ازاي يشتغل على المكن الجديد. دول خدموك العمر كله، ارحم سنهم. دي المطبعه ما كانتش هتبقى كده الا بيهم. يعني انت معاهم؟ انا مع الحق. الحق انهم ما يقفوش في طريق العلم والتطور. المكن قدم ما بقاش ينفع، وانا ما عنديش استعداد اقفل المطبعه علشان خاطرهم. شوف يا حسن، انا بحبك ومش ناسي العشره اللي بينا،
وعشان كده هعينك اسطى على المكن الجديد. قصت على حاجه ما اعرفهاش. كلنا الاول كنا ما بنعرفش يا حسن، لكن اللي عايز يتعلم بيتعلم، واللي ما يمشيش مع الزمن يمشي عليه الزمن ويدوسه. انا بمشي مع الزمن، لكن انت طول عمرك ما بتفكرش الا في نفسك وبس. كنت هتبقى عطية بيه لو اتجوزت ليلى بنت الحاج درويش، وكان زمانك قاعد على الكرسي ده، لكن ما عرفتش تمشي مع الزمن. طول عمرك الطمع مالي عينيك، ضحكت عليها وعلى ابوها لحد ما اتجوزتها. فياك يا حسن. واخرتها رميتها وماتت بحسرتها، وقعدت انت على الكرسي ده. انت عجزت وخرفت ولازم تستريح. يعني ايه؟ يعني ما تجيش الشغل من بكره. طب ازاي؟ ده انا فنيت عمري وشبابي هنا، واخرتها تطردني طرد الكلاب. طب اروح فين؟ اقعد في البيت؟ ما اقدرش. ده انا اتعودت طول عمري البس بدلتي الحلوه دي واجي على المطبعه من بدري اشوف اصحابي زمايلي والمكن. هسيبهم خلاص؟ هسيبهم بعد العشره الحلوه دي كلها؟ ده انا عمري ما زعلت حد ولا حد زعل مني. ازاي هسيبهم؟ ازاي هسيبهم؟ ازاي هسيبهم؟ يا سهير، انت عمرك ما ركبتي مواصله زحمه، شعبطتي على السلم، عمرك ما اشتهيتي خدمه كويسه، عمرك ما ضحكتي على نفسك واعتبرتي نفسك عايشه احسن عيشه في الدنيا. ايوه، عمري ما عملت كل ده، لكن في نفس الوقت عمري ما حبيت حد بالشكل ده، ولا احترمته بالشكل ده، ولا حسيت اني محتاجه له بالشكل ده. بكره تفوقي لنفسك لما تلاقي روحك على البلاطه، هتعرفي ان الحب ده مجرد نزوه عارضه وتنتهي. فتحي، انا عارفه انك بتحبني وانا بحبك، ومفيش اي قوه هتقدر تفرق بيننا، وانا متاكده ان بعلمك وكفاحك هنقدر نعمل مستقبلنا ونعيش في سعاده مادام بنحب بعض. بابا، مالك يا بابا؟ حصل حاجة؟ عطية بيه استغنى عنك. استغنى عنك؟ ايوه، رفدني بعد العمر ده كله. طب ليه؟ ايه السبب؟ فاكرني بعصي العمال عليه. يوم يرفدك ينسى عشرتكم، ينسى عمرك اللي طحنه، ده ما بقاش بيغير بيك وباللي زيك. مقدر ومكتوب يا ابني. لا يا بابا، عمر الظلم ما كان مكتوب. انا رايح له. لا لا يا ابني، انا مش رايح له عشان يرجعك، لا. انت كفايه عليك شغل بقى يا بابا، وانا الحمد لله كلها شهرين وهتخرج واشتغل. انا رايح له عشان ارجع لك حقوقك. انا عمري ما اشتغلت مع عطية بيه وكان ليها حقوق، يعني لا ليا لا مكافأة ولا معاش ولا تأمين. ازاي الكلام ده؟ ده اللي حصل يا ابني. وزي ما قلت انت، بكرة تتخرج وتبقى عظيم، وفرحتي بيك هتنسيني تعبي واحزاني اللي شفتهم في حياتي. ما تنساش يا ابني ان ربنا كريم، ما بينساش حد ابدا.
انا سايب جوه العشاء لاخوك. اوعى اخوك ينام من غير عشاء. محمود. ايه ده؟ انت ايه اللي بصحيك لغايه دلوقتي؟ محمود. انت مجنونه. محمود انا بحبك. صدقيني انا مستخسرك في نفسي. انت عندي بالدنيا بحالها، بس لو تعقل. انا خايف لا تعبك معايا. محمود انا وانا جنبك بحس بالامان كله. ايه ده يا ابني مالك؟ في ايه؟ بابا ماله؟ حصل له حاجة؟ اترفد من المطبعة. جالكم كلامي؟ يا ابني قلت لك الدنيا دي غابة، الصغير فيها لازم ينداس والضعيف لازم يتاكل. البقاء للأقوى. احنا مش عايشين في العصر الحجري ولا احنا سمك بينهش في بعضه. امال ابوك اتاكل لحم واترمى عظم ليه؟ عطية بيه لعب لعبة قذرة وعرف ازاي يتخلص منه بعد ما استأمنه على نفسه. ابوك طول عمره عايش تابع، ما حاولش ابدا انه يكبر ويطلع على وش الدنيا، وادي النتيجة. عاش في الفقر وعيشنا معاه. بابا طول عمره بيكافح، عمل كل اللي يقدر عليه. ابوك ما عملش حاجة غير انه ساب الناس تمص دمه. لولا ابوك واللي زيه عطية بيه ده ما يبقالوش وجود. اتفضل يا سيدي، مذكرات الدكتور كمال. دفعتي ثمنها. ليه؟ احنا مش اتفقنا ان مفيش فرق بينا؟ اوهام. في فرق كبير يا ست هانم، فرق كبير قوي. حصل ايه؟ لعبة خلاص انتهت. لعبة ايه؟ ارجوكي كفاية لغاية كده. وطي صوتك. انت عايز تلم الناس علينا؟ يهمك دلوقتي ان الناس ما تسمعش صوتنا، لكن ما يهمكيش انهم يعرفوا انك بتدفعي لي ثمن المذكرات، مش كده؟ لا بقى، الحكاية مش مسألة مذكرات، اكيد في حاجة تانية. ايوه يا ست هانم، ابوكي عطية بيه باع عشرة العمر وطرد ابويا من المطبعة. انت كمان هتبقي زيه. طب اهدى بس وفهمني ازاي ده حصل. روحي اسألي ابوكي وسيبيني. الانسان في ظروف زي دي لازم يحكم عقله. مفيش عواطف في الشغل، وانت كمان لازم تحكمي عقلك. تقصد ايه يا بابا؟ انت فاهمه قصدي كويس. يا بابا انا مش ممكن اتخلى عن فتحي. انا اتولدت معاه واتربيت معاه، واذا كانت الفلوس بتغير من طباع الناس فانا مش ممكن الفلوس تغيرني. وعم حسن لازم يرجع الشغل تاني. قصدك لص يا حسن؟ انا عمري ما كنت فاكره انك قاسي بالشكل ده. انا بحافظ على مصالحي. بس ده يبقى ظلم. كفايه. صغير، الظاهر انت مش عارفه معنى الكلام اللي بتقوليه. انا ظالم؟ بابا ظالم؟ انا ما اقصدش يا بابا، بس طرد انسان غلبان زي عم حسن يعتبر عمل مش انساني. لا يا حبيبتي، انت لسه صغيره ومش فاهمه الدنيا ازاي. لا الانسان يا معايا يا ضدي، مفيش حاجه كده في النص. الراجل الاسطى حسن ده بقى ضدي. التفاحه الخسرانه بتفسد التفاح اللي حواليها. شغل ايه يا حسن اللي هتدور عليه؟ انت كبرت يا راجل خلاص، المفروض تستريح بقى. انا لازم اشتغل لغايه ما فتحي ابني يتخرج، دي كلها شهرين. هو انت يعني فاهم ان فتحي هيتخرج ويلاقي الشغل مستنيه؟ دول يا راجل بيقعدوا سنه واثنين وثلاثه لحد ما يجيلهم التعيين. ربنا كريم وعالم بالحال. ايه رايك يا حسن لو فتحي يجي يمسك حسابات الفرن بتاعي وهتبقى نوايا تسند السير؟ مش ممكن. فتحي ابني
الحاجة الوحيدة الكويسة اللي أنا حاسس إني عملتها في حياتي. وهو يعني فجأة هيشتغل العمر كله؟ لا يا حاج مدبولي، ابني مش ممكن يتمرمط. امال انا عايش ليه؟ يا ريت يا اسطى حسن، لكن المكن اللي عندي كله جديد وعاوز ناس عندهم صحة علشان تشغلوا وتفهموا. انا عايز واحد يديني انتاج، مش واحد اديله اعانه. أأمن عليك النهارده وتموت لي بكره. خلاص يا حسن، خلاص ما بقاش منك نفع. لازم تموت بقى، يضربوك بالرصاص زي الخيل لما تعجز. خلاص يا حسن كبرت، محدش عايزك، مفيش شغلانة قبلاك. خلاص يعني ايه اموت؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ايه يا ابني؟ بتدور على حاجة؟ لا مفيش. اوعى تكون بتدور على دي. يا سلام عليك يا محمود، يعني انت دايما كده. ايه؟ سيبها لي شوية يا بس. سلام يا محمود، استنى بس وانا هاكلها. هات يا محمود. سيب يا جدع اما اتفرج عليها شوية. بلاش هزار سخيف بقى. سلام. صحيح، يدي الحلق للي بلا ودان. اما انا يا ابني لو كنت مكانك كنت عملت عمايل. كنت هتعمل ايه يعني؟ كنت انتقم لابويا عن طريقها. ازاي؟ المسألة بسيطة جدا. دلوقتي هي مش بتحبك، ايوه مش بتثق فيك. طبعا. طب ما خلاص. خلاص ايه بس يا محمود؟ خلص معاها. ايوه خلص معاها، بعد كده ممكن تسحب منها اكتر من اللي كان ابوك بياخده من مطبعة ابوها. دي تبقى سفاهة. يا عم سيبك بقى من المبادئ والمثل بتاعتك دي اللي جابك ورا. المبادئ والمثل دي اخترعوها الناس الضعاف اللي زيك علشان يبرروا لنفسهم خيبتهم قدام نفسهم. المثل والمبادئ دي اسلوب البني ادمين مش اسلوب الحيوانات. زمان كانوا بيقولوا على قد لحافك مد رجليك، دلوقتي على قد سلاحك مد ايديك. القوة هي اساس كل شيء. عندك القوة محدش يقدر يقف قصادك. تبقى انت المثل وانت المبادئ وانت القانون. لو اللي بتقوله ده صح يبقى مفيش بني ادمين. ما هو مفيش بني ادمين يا ابني. فوق بقى، الدنيا دي غابة، وبدل ما تاكلك الغلال لازم تاكلها انت. يا اخي بلاش عبر، امشي روح اخلص في حته تانيه.
بابا اتأخرت ليه؟ بارك لي يا فتحي، انا خلاص لقيت شغلانه اسطى مطبعجي قد الدنيا. انا مش قلت لك ان 1000 واحد يتمنى لي؟ ابوك اسطى بريمو، خبره 40 سنه. بابا انا كلمت المحامي واتفقت معاه عشان يرفع لك القضيه. قضيه؟ وقف في المحاكم بعد العمر ده كله؟ ده حقك ولازم تاخده. يا ابني انا مش بتاع مشاكل وقضايا. يا بابا اذا كانت الحكومه عامله قوانين عشان تحميك وتحمي حقوقك تبقى انت تفرط فيها. القضيه دي مش عاوزه مصاريف، اجيب ده كله منين؟ يا ابني لنا رب اسمه الكريم وهو اللي هياخد حقي. ايوه يا بابا بس ربنا قال يسعى يا عبد. يا ابني سيبك من المساله دي والتفت انت لمذاكرتك، لازم تنجح السنه دي وتطلع من الاوائل. يا بابا القانون في صفنا. يا ابني ربنا اقوى من اي قانون. عاجبك كده؟ الاسطى هباء حسن اللي بتقولي عليه مخلص وامين خير يا بابا. رافع عليه قضيه. حقه حقه اللي سوء سمعتي. من حقه انه يدافع عن نفسه. يظهر ان فتحي ده اثر عليك، خلاكي تتكلمي بلسانه وتفكري بعقله وتنضمي ليهم ضد ابوكي. اسمعني، انا مش عايز الواد ده يجي البيت ولا تشوفيه تاني، لا جوه البيت ولا بره البيت، مفهوم؟ انا اسفه يا بابا، دي حياتي وانا حره في تصرفاتي ما دام في حدود الادب. الادب انك تطيعي ابوكي، والمظلوم كمان من حقه ان الناس كلها تقف جنبه. انا هخليه يندم على اليوم اللي فكر فيه انه يعاديني وهدوسه برجليا، وكل عمال المطبعه دي شطته الحيوان ده. انا وانت من زمن طويل يا حسن. بابا انت نسيت انت بتتكلم عن مين؟ ده عم حسن اللي ماما الله يرحمها وصيتك عليه قبل ما تموت، ووصيته هو علينا، واللي جدي ما كانش بيثق في حد غيره. انت ليه بتكرهه؟ هو ما خدش منك حاجه، انت اللي خدت منه كل حاجه. انا ما خدتش من حد حاجه، وما اسمحلكيش تكلميني بالشكل ده. انا كنت حاسه بالعذاب اللي ماما عايشه فيه، كنت صحيح صغيره، لكن لما كبرت عرفت ليه هي كانت بتفرع نفسها اوضتها وتعيط. لانك كنت ما بتحبهاش، طول عمرك بتحب مصلحتك وبس. خلص، من النهارده مفيش خروج من البيت ومفيش كليه كمان. شاكر بيه اتكلم عليكي عشان ابنه، وبكره انا هوافق. يوم الخميس اللي جاي ده كاتب كتابك. بلد اخر الزمن. اهلا وسهلا، اتفضلي. فتحي موجود؟ هو نزل وجاي حالا. اتفضلي اتفضلي. فينك من زمان؟ محدش شافك. الدنيا مشاغل. مشاغل ايه بقى؟ في مشاغل تبعدك عن اهل حتتك، ده احنا زي الاهل. هو فتحي هيتأخر؟ الله، ومالك ملهوف قوي عليه كده؟ نعم. لا مش قصدي، هو زمانه جاي يعني. تعرفي انا لو منه ما كنتش نزلت ما دام اعرف ان حضرتك جايه. ما هو ما يعرفش اني جايه كده. يا اهلا وسهلا. رايح فين؟ همشي. تمشي ازاي؟ وادخل الحمام زي خروجه. ابعد عني، ابعد عني لا صوت والم عليك الدنيا. يا سلام، طب حاولي كده. انت يظهر مش عارفه مصلحتك فين. ده انا هساعدك قوي. اسمعي كلامي، فتحي ايه وبتاعك ايه.
جالك حبيب القلب اشبعي بيه. كلب، انا كان قصدي مصلحتك. حيوان ما عندكش دم. الله يسامحك. لو كنت بتحس، لو كان عندك دم، لكن هعمل فيك ايه وانت معدوم الضمير حيوان؟ اسمع بقى، انا فوتت لك الشتيمه الاولانيه، فاحسن لك بلاش تعمل ذكر قدامنا. قاتل. دي اخرتها تموتوا بعض بدل ما يبقى قلبكم على بعض. الكلب حاول ينتهز فرصة عدم وجودي وحاول انه خلاص يا فتحي. يا حصل خسارة خير. تربيتي فيك. حاولت اعمل منك بني ادم لكن ما امكنش. طول عمرك عاوز اللي في ايد الناس واللي في ايدك ما كفكش. بره بره. انت اخرتك معاك لازم تكت من الشارع. انا اسف يا بنتي. مسحيها فين؟ حصل خير يا عم. ما كنتش احب اني اكون سبب مشكله بينكم. ده ولد قليل الادب ما ترباش. اقعد يا سهير وبعدين هوصلك. لا، انا مش هروح. ليه؟ اصلي اتخانقت مع بابا. ده برضه ابوك يا بنتي. ابويا اللي يدور على مصلحتي، مش يدوس عليا عشان مصلحته. يا عمي انا اهلا عطيه بيه. انا احساسي ما يخيبش ابدا. انا برضه قلت انك هتيجي عند عمك حسن. الحقيقه انا جاي اتكلم مع فتحي كلمتين عن افراد. اتفضل اتكلم، مفيش حد غريب. دي بنتك وده ابويا. انا بقول على انفراد ممكن؟ اتفضل. كل اللي عملته ده لمين؟ مش لسهير. وسهير لها مين غير؟ بدليل انها لما سابت البيت جات لك. ما انتوا اللي هتورثوني وانا ليا غيركم. وابوك ده زميلي صديق عمري، المفروض يستريح، كبر بقى يقعد على مكتب. هو ماله مال العمال؟ عرض مغري جدا يا عطيه بيه، بس للاسف على حساب ناس تانيين، وده شيء لا انا ولا سهير ولا ابويا نقبله. فتحي انا طول عمري معجب بيك وبتفكيرك وثقافتك. وجاي تشتريني وتشتري سكوت ابويا وكرامتنا. وطبعا لما هتجوز سهير بنتك هبقى عبد مخلص تحت رجليك، عشان عارف انك انت شلتني من الفقر. بس كل اللي بتقوله ده مرفوض يا عطيه بيه. يظهر ان انا كنت متساهل معاك اكتر من اللازم. انت بتهددني. اتفضلي معايا. اسف يا بابا، انا هفضل هنا. انت موافق على كده يا حسن؟ ما هي برضه في بيت اهلها يا عطيه بيه. كده طيب، انا هعرف اخليكم تندموا. انا هعرف اخليكم تندموا. انزل يا ابني استأذن عمك بدبولي، خلي راوية تطلع تنام مع سهير. حاضر يا بابا.
الناس واللي في ايدك. بره 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 بره، ده مش بيتك عشان تطردنا. معلش عشان خاطري اطلعوا دلوقتي، محمود تعبان شويه. معلش اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. دي ليله عسل يا جدعان. خرابي مالك يا حبيبي؟ ايه اللي تعبك؟ ايش عرفت هتعمل ايه؟ ايوه، لكن ازاي؟ في حد يحرق ماله يا بيه؟ الحريق مش المفروض انه يعدي مخزن ورق الدشت. بعد ما تولع النار تطفيها وتجري تبلغ البوليس وتقول لهم انك شفت فتحي ابن الاسطى حسن وهو بيولع النار. ولما يسالوني يقولوا لي ما مسكتوش ليه؟ اقول لهم ايه؟ تقول لهم ايوه. طيب خليه يطلبني بعد ربع ساعة. تقول لهم انك خفت وطفيت النار الاول. ليك 1000 جنيه. ادي 500 جنيه هم، و500 جنيه بعد ما تنفذ. مفهوم؟ مفهوم. طب مفهومي. الف شكر، شكرا قوي. اتفضل. محمود مسكين يا سهير، ضايع، نفسه يبقى حاجة كبيرة يعوض بيها الفقر اللي عاش فيه والتعب اللي شافه. انت بتحبيه؟ أحبه دي كلمة قليلة، ده أنا نفسي أموت علشان، نفسي يطلب مني عمري حياتي وأنا اديهاله. احنا الاتنين مستعدين نديلهم كل حاجة، لكن للأسف هما مش حاسين بينا. هي الناس لازم تتعذب وهي بتحب بتتعذب، وهي بتكره بتتعذب. هي الحياة ايه؟ عذاب؟ هي دي اسمتنا. الو. ايوه انا عطيه. ايه؟ بتقول ايه؟ المطبعة بتتحرق؟ ايوه حاضر. دي شقة فتحي حسن. ايوه يا بيه، بس هي قاعده هنا بكيفها. عندنا فتحي علشان عايزينه. ليه؟ عمل حاجه؟ فتحي متهم بحرق مطبعة عطية بيه، فتش الشقة. ليه عطيه بيعمل كده؟ ده فتحي عمره ما حد اشتكى منه، ده نور عينيا اللي بشوف بيه. يا بيه في يا عم؟ ابوكي بيتهم فتحي انه حرق المطبعه. فين محمود؟ انت مين؟ فين محمود؟ ما عندناش حد بالاسم ده. الله، جرى ايه يا شابه؟ هو ده ليه جدت ولا ايه؟ ما قلتلك ما عندناش حد بالاسم ده. انا عارفه انه هنا، ارجوكي لازم اشوفه ضروري. بيخرجي منه معاد في حته تانيه. ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ وعرفتي مكاني ازاي؟ والله عالي يا سي محمود، انت كنت زاغ منها ولا ايه؟ محمود، البوليس بيدور على اخوك فتحي. ليه؟ عطيه بيتهمه بحرق المطبعه. وفتحي فين دلوقتي؟ في الكليه. فتحي تعال اركب. على فين؟ تهرب قبل ما يقبضوا عليك. يهرب ليه؟ ده ما عملش حاجه. انا هسلم نفسي وحسبة اني بريء. بلاش جنان، تسلم نفسك ده ايه؟ اكيد عطيه محضر مليون شاهد عليك انك حرقت المطبعه. يلا اركب ما تضيعش وقت.
يلا. رجب، رجب، ما تخافش، ما تخافش. انا مش زعلان منك. انا عارف ان اللي حصل ده غصب عنك. مفيش خسارة. انا مأمن على المطبعة يا رجب. رجب، انت طلعت راجل معايا وعايزك تكمل وتتهم فتحي في التحقيق. ادي 500 جنيه اهم، وهديلك كمان 500 بعد ما يقبضوا على فتحي. شد حيلك يا رجب. رجب ابني حبيبي حبيبي، ازيك يا رجب؟ ازيك يا ابني؟ وده حصل ازاي؟ سلامتك يا رجب، سلامتك يا حبيبي. يأمن على الآلات، ما يهمنش على البني آدمين. احنا رايحين فين؟ يا سيدي ما تخافش، احنا في اكتر حته امان في الدنيا. تعال، دي سراية حافظ باشا. سرايا؟ هنا؟ ايوه، تعال بس، ما تخافش. ورايا. يظهر مفيش حد هنا. استنى بس، ما تستعجلش. اهلا ابو حنف. هو مش في حوش فاضي هنا؟ طبعا الدار امان، اتفضلوا. اتفضل. أنا متأكد إن فتحي ما عملش حاجة. بس غلط انه يهرب كده، بيثبت التهمة على نفسه. بقى يا رب الأولاني ضاع مستقبله وقلت عوضي عليك، التاني أهو يرفع راسي يقوم يحصل اللي حصل. يا خسارتكم يا ولادي، يا خسارتكم. كل ما كنت اتشعبط في الاتوبيس واشوف ناس راكبه عربيات كنت اتضايق، كنت احس ان انا ضعيف قوي. كنت دايما اشتهي هدمه كويسه، اكله كويسه. كان نفسي في يوم اقوم من على الاكل وانا شبعان، مش بنص بطن عشان ابوك يلاقي حاجه ياكلها. ابوك كتر خيره، عمل كل اللي يقدر عليه. انا عمري ما فكرت اذا كان عمل ولا ما عملش. انا كان كل تفكيري ليه احنا فقراء وفي ناس تانيين اغنياء ومن غير سبب. كنت دايما احس ان فقرنا ده عيبه لازم نداريها، ضعف لازم نتغلب عليه. عمري ما صدقت الكلام اللي كانوا بيقولوه لنا في المدرسه، خير، شرف، امانه. كلام ملوش معنى، كلام مش ممكن يخليك تشبع او حتى تسوي نفس في سجاره. بس احنا ما نقدرش نعيش من غير ده كله. حاولت اقنع نفسي بالكلام ده لحد ما جه يوم امي
كانت عيانة. رحت عشان انده هواه من المطبعة، ما لقيتوش هناك. لقيت عطية بيه قاعد على المكتب وكان قدامه فلوس كتير. طلبت منه قرشين عشان اجيب الدكتور لامي والدواء، مرضيش. اتحايلت عليه. امي كانت عيانة وبتموت. كنت هبوس ايده، رفض يديني مليم. حسيت ساعتها ان انا عايز اقتله واخد كل الفلوس اللي قدامه. حس باللي جوايا، طردني من مكتبه زي الكلب. وماتت امي. حسيت ان عطيه هو اللي قتلها، مش عطيه وبس، لا، ده كل الاغنياء اللي في الدنيا. من ساعتها صممت ان ابقى غني. معاك قرش تساوي قرش، ما معاكش ما تساويش حتى كلب. رجب مات يا سعادة البيه، ابني مات. الباقي في حياتك. ايه؟ هو انا جاي اخد منك تمن ابني؟ ابني ما يتقلش بالدهب. المسألة حصلت قضاء وقدر. قضاء وقدر؟ بقى انت تعمل العملة وتقول قضاء وقدر؟ ابني قال لي على كل حاجة. أنا ما غصبتوش. بقى انت تقول له احرق المطبعة وهديك فلوس ولا هطردك منها، وانت عارف ان ابنه عيان، يبقى ده مش غصب يا بيه. أنا ما كنتش أعرف إنه هيموت في الحريق، وبعدين الأعمار بيد الله، أنا ذنبي إيه؟ بقى نرمي واحد في الهلاك واقول عمره انتهى لحد كده؟ يا شيخ حرام عليك، ده ربنا ما يرضاش بكده ابدا. شوف يا اسطى عدنان، اللي انت عايزه راح اديهولك، وابن ابنك راح اعالجه على حسابي. ومنين تجيب له واحد يقول له يا بابا؟ منين تجيب له واحد يحن عليه؟ منين تجيب له واحد يشد ظهره لغايه ما يصلب طوله ويقف على رجليه؟ منين؟ هتشتري له واحد يسهر عليه وهو عيان؟ هتشتري له واحد يخاف عليه ويحبه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ انت اللي قتلته. انت يظهر التفاهم مش نافع معاك. اوعى تنسى ان ربنا منتقم جبار، ودم ابني مش هيروح هدر، مش هيروح هدر. ربنا ينتقم منك لله. دم ابني مش هيروح هدر، ربنا منتقم جبار منك لله. الحمد لله على السلامة. ايه اللي جابك؟ مصطفى حسن طردك؟ مين ده يا بابا؟ ده اللي ابنه مات في الحريق، وفتحي هو السبب. انت عارف ان فتحي مظلوم ومش ممكن يعمل كده ابدا. لو كان مظلوم كان سلم نفسه، ما كانش هرب. عارف ان حضرتك مش هتسيبه. وانا فعلا مش هسيبه. يا بابا فتحي ما غلطش فيك ابدا عشان تعمل فيه ده كله. كل ده هو ما غلطش انه خلى ابوه يرفع عليا انا قضيه. ما غلطش لما حرضك خلاكي تسيبي بيت ابوكي وبيت اهلك وتقعدي عندهم زي البنات اللي مالهمش اهل من الشوارع. كل ده ما غلطش. بس يا بابا مهما كان ما توصلش يعني انك تضيع له مستقبله وتقضي عليه. الدنيا كده، يا غالب يا مغلوب. حضرتك عارف كويس قوي ان فتحي ما حرقش المطبعه. يعني بتبلى عليه. طب عشان خاطري يا بابا، عشان خاطر عم حسن صديق عمرك ده، انت لو شفته دلوقتي اصعب عليك. بقى زي التايه، كأنه جبل واتهد. خلاص الدمى ما بقتش تفارق عينيه. ده فتحي كان امله الوحيد، الامل اللي تعب العمر كله علشانه.
ازاي يشوفه بيتحطم قدام عينيه؟ الغدا يا عم حسن، الغدا. ملوش لزوم. ازاي بقى؟ لازم تاكل. لازم. ولازم ليه؟ عشان أعيش وهم بعيد عني، ودي تبقى عيشة. ده الموت أحسن. اطمن يا عم، ده محمود أخد فتحي وخباه في حتة أمان، محدش يقدر يوصل له أبدا. أمان؟ ولحد إمتى هيفضل مستخبي؟ ده أنا طول عمري بمشي جنب الحيطة وأقول يا الدنيا داريني. يا ترى ده قدره مكتوب ولا هي الدنيا كده ما تجيش إلا على الغلبان اللي زيه بس. عم حسن، بس أنا غلطان. ياما كان نفسهم في حاجات وما قدرتش أعملها. ما كانش بإيدي. أعمل إيه يا رب؟ أعمل إيه؟ أرجوك يا بابا، أرجوك. انت جاي هنا ليه؟ أرجوك. عايز ايه؟ كفاية يا بابا، كفاية. أنا جاي لك في كلمتين. اتفضل يا عم حسن. عطية، مالكش دعوة بولادي. انت جاي تهددني يا حسن؟ أنا عمري ما بهدد حد، لكن اللي يرش ولادي بالمية أرشه بالدم. بدل كده كنت ربيهم احسن كويس. أنا ربيت ولادي أحسن تربية، لكن الحقد الأسود اللي في قلبك عماك عن عشرتنا، عن الخير وعن الحق. انت هتديني درس في الاخلاق ولا ايه؟ أنا عارفك من زمان يا عطية، وعارف لما تحب تنتقم تبقى مجنون. أنا قدامك أهو، اعمل فيا اللي أنت عاوزه، بس اعمل معروف، مالكش دعوة بولادي. هحرق قلبك عليهم. فتحي ده هضيع لك مستقبله، هدخله السجن عشان تبقى تقف قصادي يا حسن انت واولادك، وانت عارف اللي يقف قصاد عطيه يحصل له ايه؟ بابا، مش ممكن اللي بتقوله ده. اسكت انت ما تعرفيش الصنف ده يتعامل ازاي. الله يسامحك. هتعمل لي مؤدب دلوقتي، تاكل من خير سنين وبعد كده تعض الايد اللي اتمدت لك. طول عمرك خيرك لنفسك. العز اللي انت فيه ده من عرقي وعرق الغلابه اللي زيي، من قوتي وقوت ولادي اللي عاوز تنهشهم زي الكلب السعران. كلب؟ انا كلبي يا ابن بابا، انا همرمغ مناخيرك في التراب، هخليك تركع على رجليك وتبوس جزمته علشان يسامحك. اللي بتشتمه ده ضفر برقبتك، ده هو اللي عملك. عم حسن وحوش محمود. تعالى يا ابني، هتضيع شبابك علشان واحد زي ده؟ انا هخليك تندم على كل حاجه. انا هوريك يا عطيه، انا هقتلك، هخليك تبوس جزمتي وانت عايم في دمك. هقتلك يا عطيه وخلي فلوسك وظلمك ينفعوك. هقتلك يا عطيه. وانت ما رحتيش معاهم ليه؟ روحي معاهم عشان تتفقوا ازاي سوا هتقتلوني. بابا، مالكيش اب، مالكيش اب. سهير، 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 ما تسيبينيش يا بنتي، ما تسيبينيش. أنا ماليش غيرك يا بنتي، ماليش غيرك يا بنتي، ماليش غيرك.
كده. الدنيا بتدي للبني ادم على قد حبه للناس. طب ما هو ابويا طول عمره بيحب الناس، طول عمره بيضحي علشانهم، ومع ذلك الدنيا ما ادتلوش حاجه ابدا، عكست معاه. حطت في سكته عطيه بيضه علشان يذله، وفي الاخر عايز يرمي ابنه في السجن. وهو علشان في واحد وحش يبقى كل الناس وحشين؟ يا محمود، يا محمود، الدنيا مليانه ناس طيبين. ما هم بينداسوا في السكه زي ابويا ما انداس. لا ليهم حس ولا صوت ولا دراع، واللي ملوش دراع لازم ينداس. قصدك ايه؟ قصدي ان انا علشان اعيش وابقى محترم وسط الناس لازم يحسوا ان انا اقوى منهم، لازم يخافوا مني، لازم يعرفوا ان واحد زي عطيه بيه لا يمكن يغلبني. يعني هتعمل ايه؟ انا مش ممكن اعيش وابويا اتهزق واخويا متهم ظلم، لازم انتقم. بس الشطاره ان انتقم من غير ما حد يمسك عليا حاجه، وهتشوفي. اهلا استاذ فتحي. عطيه بيه موجود؟ في اوضه السفره بيتعشى. والانسه سهير؟ في اوضتها، انده لها؟ لا مفيش داعي. طب اديها خبر؟ بعدين، انا عايز عطيه بيه. طب اتفضل. شكرا. عطيه بيه، عطيه بيه، عطيه بيه، عطيه بيه، عطيه بيه، عطيه بيه. عطيه بيه، عطية بيه، قتلته يا فتحي. يا ست سهير، يا ست سهير، عشان كده قلت لي ما تندهاش وما تدهاش خبر. كده برضه يا فتحي. يعني انت مصمم انك دخلت لقيته مقتول؟ فندم والله العظيم ده اللي حصل. مش جايز دخلت من البلكونه وقتلته وبعدين لفيت ورجعت دخلت عادي من الباب؟ طب ليه؟ انا بسألك مش انت. ومع ذلك اقول لك ليه انت عندك الدافع للقتل؟ لانك انت طلبت بنته تتجوزها وهو مرضيش، وبعدين حاولت تقنعه برضه مرضيش، فقتلته عشان يخلالك الجو وتتجوزها وتورثه. مش ممكن، مش انا اللي افكر بالطريقه دي. امال تفكر ازاي؟ انا رفضت اتجوز بنته. كده؟ اتفضل يا فندم. اتفضل استريح. أنيسة سهير، الأستاذ فتحي بينكر إنه قتل والدك وبيقول إنه رفض يتجوزك. يوم ما كان قدامي اني اختار ما بين ابويا وبينه اخترته هو. وبعدين؟ رجعت البيت، حسيت ان ده الحل الوحيد اللي ممكن يهدي المسائل شويه. ما هديتش. ابوه واخوه جم واتخانقوا مع بابا. وكنت موجودة؟ ايوه. وحصل ايه بعد كده؟ سهير، مش معقول. سهير، انت برضه تصدقي اني ممكن اقتل ابوكي؟ امال ليه رفضت ان السفرة يجي يندهلي لما جيت او حتى يديني خبر؟ الله يسامحك، ضيعتيني وضيعتي مستقبلي. مش هي دي الحقيقة؟ مش ده اللي حصل؟ الله يسامحك. أرجوكوا خلوا العتاب ده بعدين. يحبس المتهم فتحي حسن عبد المقصود 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد. سعادة البيه انا مظلوم، انا بريء. ما تخافش ما تخافش، اطمن، انا هخرجك. اقصى حاجه هندفعك يا فندم. متشكرين يا بيه. فتحي، محمود، فتحي، بابا، بابا ما تخافش يا بابا، انا ما قتلتوش، انا دخلت لقيته ميت يا بابا، انا بريء.
يلا خلي بالك من بابا يا محمود، ما تسيبوش. صدقني يا بابا انا بريء. فتحي ست سهير هنا. البقية في حياتك يا بنتي. أنا آسف اتأخرت عليكي شوية، اعذريني. احنا الاتنين خسرنا أعز ما نملك. انت خسرت أبوكي وأنا خسرت ابني، الأمل الوحيد اللي كنت عايش علشانه. ايه، تعرف ابوك اتهم ابني بحرق المطبعة ليه؟ عشان يبعده عنك، لانه كان عارف انك انت بتحبيه وهو بيحبك. ازاي يقتل الحب ده بايديه؟ فكري شوية يا بنتي بقلبك، ساعتها هتحسي انك ظلمت انسان بريء ملوش ذنب في الدنيا غير انه حبك. فكري يا بنتي، فكري. ادخل. اتفضل. محمود، ازيك يا محمود؟ ازيك يا بابا؟ ايه يا محمود؟ مش قادر اصدق عينيا. معقول فتحي الانسان الطيب المسالم اللي كان دايما يكلمني عن المبادئ والمثل والحب بين الناس. اتفضل استريح. معقول فتحي اللي لما كنت احب الاقي نفسي اروح له واشوفه واتكلم معاه، ده انا معاك كنت بشوف ضعفي، كنت بحسدك على قوتك. ليه تضيع الصورة الجميلة اللي كانت دايما قدام عينيا؟ ليه ما قلتليش كنت انا قتلت لك عطية؟ انا ماليش مستقبل، لكن انت المستقبل لسه قدامك طويل، ليه تضيعه؟ كفايه يا محمود كفايه. مش ممكن تفقدوا الثقه فيا للدرجه دي. مش ممكن يا اخي يكون ايمانكم ضعيف بيا بالشكل ده. يا محمود انا ما قتلتش عطيه، انا دخلت لقيته مقتول. لازم حد فيكم يصدق الكلام اللي بقوله ده. مش قادر اصدق ان فتحي يقتل. انا علمته، اديته سلاح علشان يفكر بعقله. كنت بسرق النسخه من كل كتاب اطبعه واجيبه له، اقول له اقرا يا فتحي اقرا. وفتحي قرا كتير، يعني عنده عقل، يعني مش ممكن يقتل. مش كده يا راوية؟ ايوه يا عم، فتحي مش ممكن يقتل. يعني انت متأكدة انه مش هو؟ ايوه، في حد تاني هو اللي قتل عطية. قصدك مين؟ مين اللي قتله؟ اتكلمي، انت عارفة مين اللي قتله؟ مين؟ محمود. قال لي انه لازم ينتقم من عطية. محمود
صحيح، بس ما اقدرش اشوف فتحي هيروح لحبل المشنقه واسكت. لا 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 لا. انا عاوز انبهك كمان مرة لخطورة كلامك ده. الاعتراف سيد الادلة. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، أنا بقول الحقيقة. انت بتقول كده عشان تنقذ ابنك؟ أبدا يا سعادة البيه، أنا القاتل، صدقوني، حرام تظلموا ابني. طب اتفضل استريح. طب قول لي بقى يا أسطى حسن، قتلته ليه؟ كان راجل ظالم، رفدني من المطبعة بعد ما فنيت عمري معاه، لطمني في الشوارع علشان ادور على لقمة العيش. كان لازم انتقم منه، حرقت له المطبعة. وكمان بتعترف انك انت اللي حرقت المطبعة؟ ايوه، حبيت اعذبه واحرق له ماله اللي مصه من دمي ودم اللي زيي. بس هو اتهم فتحي انه حرق المطبعة. علشان كده رحت له اعترف له بالحقيقة، لقيته عارف ومتأكد ان انا اللي حرقت المطبعة، وقال لي عاوز يحرق قلبي على ابني. ما حسيتش الا وانا بقتله. طب فين السلاح اللي قتلته بيه؟ إن قضيتنا اليوم ليست في حاجة إلى أدلة وبراهين، فالمتهم قد اعترف بارتكاب جريمته الشنعاء، تلك الجريمة التي لم يكن لها أي دافع سوى الحقد الذي اختزنه طوال هذه السنين، وهو يرى زميل عمره وقد أصبح صاحب مطبعة بينما هو يعمل أجيرا بها. كان ينظر إلى صعوده نظرات كلها حقد، وعندما حاول عطية أن يدخل الآلات الحديثة في المطبعة كان هو يحاول أن يحرض العمال، وكان مصيره الفصل، فامتلأ قلبه بالحقد فأراد أن ينتقم، فحاول أن يشعل النار في مطبعته. ذلك الحادث الذي راح ضحيته إنسان بريء، ولم يكتفي بهذا بل سارع وقتل عطية ليخرس اللسان الذي امتد ليتهم ابنه. يا حضرات القضاة، لا تجعلوا مأساته تثير شفقتكم، فهو لم يعترف إلا عندما أدرك أن مصير ابنه سيكون حبل المشنقة، ولولا ذلك ما كان المتهم أقدم على الاعتراف. ولذلك أطلب من عدالتكم تطبيق الشريعة والقانون حتى يكون مثلا وعبرة لغيره من الحاقدين، وأطلب تطبيق المادة 230 من قانون العقوبات. كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار والترصد يعاقب بالإعدام، فما بالكم والمتهم الماثل أمامكم الآن قاتل الاثنين؟ الحكم بعد المداولة. ليه كده يا بابا؟ ليه عملت كده ليه؟ ده واجبي يا ولادي، انا خلاص انتهيت، ما عادش فيا رجا، لكن انتم لازم تعيشوا، المستقبل لسه قدامكم، لكن انا الماضي اللي لازم ينتهي، واجبي ان احميكم ان شاء الله بعمري. ده حرام يا رب، حرام. مش قادرة أصدق، مش قادرة أصدق إن عم حسن هو القاتل. عم حسن ما قتلش ابوكي، لكن هو اعترف. كده انت بتقولي ايه؟ اللي قتل ابوكي محمود. محمود؟
عم حسن يعرف كده. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حسن عبد المقصود شعراوي بإحالة أوراقه إلى المفتي. مش ممكن! مش ممكن! بابا! بابا! مش ممكن يا بابا! أبويا! كمان إيه يا بابا؟ مش ممكن! بابا! ما تسيبناش يا بابا! ما تسيبناش! بابا! طول عمري أقول لك إن حبنا مستحيل، واديكي شفت النهاية. أبوك اتقتل، أبويا هينعدم. ما تظلمش حبنا يا فتحي، مش احنا السبب، لكن الحقد اللي من قلب اخوك هو اللي وصلنا للنهاية دي. انت بتعيط؟ هو اللي زيي محروم كله قلب ودموع. القلب والدموع اتخلقوا عشان بني ادمين، لكن انت مش بني ادم، انت وحش. ليه انت هتفضل تغلط وتسيب غيرك يتحمل جزاء غلطتك؟ يهون عليك، يهون عليك ابوك تسيبه يتحكم على جريمة انت اللي ارتكبتها. انت بتقولي ايه؟ انت هتكذب علينا كمان؟ ايوه انت اللي قتلت عطية وابوك عارف. عشان كده اعترف على نفسه، ضحى بحياته علشان ينقذك. بس انا ما قتلتش عطية. لا، ما قتلتوش. طبعا انت ما قتلتوش، انا اللي قتلته. صدقني يا بابا، انا فعلا ما قتلتوش. وراوية غلطانة. ايوه انا فكرت اقتله واشرب من دمه، لكن صدقني انا ما نفذتش. يعني انت ما قتلتوش؟ اقسم بشرفك يا بابا، اقسم بالله العظيم ما قتلته. فتحي، هو ده معقول يا بابا؟ الله الله، لا محمود ولا فتحي ولا انا، يعني هروح المشناه عشان جريمه ما حدش فينا عملها؟ لا، انا بريء، انا بريء. انا عاوز المأمور، عاوز النائب العام، عاوز الوزير. انا بريء، انا بريء. انا كل اللي بتقولوه ده شيء مقنع جدا، لكن لابد من دليل مادي قوي يقنع النائب العام بانه يعيد التحقيق في القضيه. دليل؟ القاتل الحقيقي. طول عمره كان قدام عينيا، لكن عمري ما شفته ولا فكرت فيه. عمري ما سألت نفسي ليه هو بيتعب علشان احنا نستريح، ليه هو بيجوع علشان احنا نشبع، ليه هو عريان واحنا متغطيين. لكن دلوقتي بس حسيت بيه، حسيت قد ايه هو كان راجل عظيم، ضحى بنفسه علشان ينقذني انا، عشان ينقذني. طول عمري كنت سبب كل المشاكل، دلوقتي بيدفع ثمن غلطه ما ارتكبهاش. مش ممكن يسيبه يروح هدر كده. الامل الوحيد ان القاتل الحقيقي يظهر. ايوه، القاتل الحقيقي. بس هيظهر ازاي؟ هيظهر ازاي؟
اتكلمي. وده معقول؟ هو في حد من رجالة المطبعة كان يقدر يرفع راسه قدام عطية بيه؟ لكن الظلم عمره ما بيدوم، والمظلوم اكيد برضه هيجيله يوم ويرفع راسه. يرفع راسه؟ وانا ارفع راسي ازاي؟ وانا انحنيت من كتر بكاي على ضنايا. ما هو عشان كده ما خبيش عليك، انا جيت لك. انت عارف انه مش ممكن عم حسن يقتل. وانت الوحيد اللي ممكن انت عاوز تقول ايه يا ابني؟ شوفوا بقى، هما كلمتين ولازم تسمعوهم. ربك يمهل ولا يهمل. انا استدعيتكم النهارده عشان تشوفوا ابوكم للمره الاخيره. ارجوكم مش لازم تخلوه يشعر بان النهايه قربت. ادخل. بعدين معاكوا يا ولاد، خليكوا رجاله امال. خلي قلبكوا على قلب بعض، ما تسيبوش بعض ابدا. خلي بالك يا فتحي بن محمود، ده انتوا اخوات، والاخ ما بيتعوضش ابدا. اعمار بيد الله، ولكل اجل كتاب. بس بس تمام يا فندم. بناء على طلب السيد الأستاذ النائب العام رقم 9 سري المؤرخ 17/5/75، قد تحدد اليوم 18/5/75 الساعة 8 صباحا تنفيذ حكم الإعدام شنقا في المسجون حسن عبد المقصود شعراوي بجهة سجن الاستئناف، وذلك للحكم عليه حضوريا وبإجماع الآراء بالإعدام شنقا من محكمة جنايات القاهرة في قضية الجناية رقم 2 لسنة 1975. نفسكش في حاجة يا حسن؟ نفسي اتدفن جنب ام العيال. قول ورايا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم اغفر لي ذنبي. اللهم اغفر لي ذنبي واقبلني واقبلني ومتني مسلما. ومتني مسلما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. ايوه قتلته ان ابني ما يروحش غلط. اديني سجن الاستئناف. وقف التنفيذ بأمر النائب العام. وقف التنفيذ بأمر النائب العام. وقف التنفيذ بأمر النائب العام. أمر من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم. اوقف التنفيذ. يا كريم يا قوي على كل قوي يا رب يا يا رب يا